السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا لكل جمهور نادي الزمالك، هنتكلم فيه عن حاجات مهمة جدا، وهنتكلم كمان عن حصريات، وهنتكلم عن مفاجآت كبيرة جدا. ولكن كعادة قبل ما أحكي لك الحكاية، قبل ما أحكي لك التفاصيل، ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. انزل اخبط لايك الفيديو، اشترك في القناة لو أنت أول مرة تشوفني عشان يصلك كل فيديوهاتنا. أول حاجة معانا النهاردة، طبعا كلنا عارفين إن الزمالك عنده ماتش مهم جدا قدام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر الساعة 9:30. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للزمالك. ماتش صعب جدا لان الزمالك هيلاعب فرقه بتلعب كوره، فرقه عندها لعيبه مميزه، فرقه بتلعب كوره حرفيا، عندها يمكن سكوادها اتقل من سكواد الزمالك باستثناء بعض اللاعبين داخل نادي الزمالك. ولكن نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك في وجود حكم هندوراسي. نتمنى ان شاء الله ان الحكم يكون فير وما يكونش ان هو عشان سيراميكا اللي جايبه فيجي على الزمالك. نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه قويه جدا لنادي الزمالك، وعشان كده الزمالك لازم ياخد باله، خصوصا ان النهارده سيراميكا كليوباترا رصدت مكافآت خاصه للاعبتها في حاله الفوز على الزمالك، لكل لاعب نص مليون جنيه. نادي سيراميكا كليوباترا ابو العينين اللي هو الاهلاوي اللي هو متضامن مع الاهلي ورفض يبيع لعيبته لنادي الزمالك، عشان تعرف بس ان احنا عايشين او بننافس مع شويه كومبارسات للاسف. عشان يرضى اسياده النهارده سيراميكا كليوباترا ده عمره ما شفت ابو العينين حاطط 100,000 جنيه حتى مكافآت فوز في حاله الفوز على الاهلي. ما كانوا بيلعبوا معانا في السوبر ما فيش اي حاجه، بينزل يتغلب من اول دقيقتين بتلاقي سيراميكا 2-0 للاهلي، ما اعرفش ازاي. ولكن سيراميكا قدام الزمالك بتلعب ماتشات قويه جدا، ولكن ان شاء الله الزمالك يقدر ان هو يتخطى سيراميكا عشان يصل الى النهائي بقى، ويستنى يشوف الفاز من بيراميدز الناحيه الثانيه والبنك الاهلي، للماتش تقريبا هيكون في نفس التوقيت. نتمنى زي ما قلت كل التوفيق للزمالك، ولاعيبه الزمالك لازم تكون رجاله. اداره الزمالك ردت على التحفيز اللي عمله سيراميكا كليوباترا او للاعيبته، ان اداره الزمالك النهارده صرفت مستحقات اللاعيبه 25% من مستحقات اللاعبين، كمان 25%. يعني الزمالك قبل كده كان يعني يسدد للاعيبه 25% بدايه الموسم، النهارده الزمالك يعني حط في حسابات اللاعيبه 25% من مستحقات اللاعبين، يبقى كده باقي اليوم 50% دول هياخدوهم خلال نهايه الموسم وفي خلال الموسم. ولكن اتمنى ان شاء الله ان التحفيز ده يكون كويس جدا عشان اللعيبه تنزل تسترجل. ده تحفيز كويس جدا ان الاداره تبلغ اللعيبه ان تم يعني فلوسهم نزلت في حسابهم ال 25% من عقد كل لاعب، ودي حاجه كويسه جدا برضو ان انت ترد على التحفيز اللي بيحصل، لان سيراميكا كليوباترا تقريبا كده مشخصنين الموضوع بعد ماتش القمه وان الاهلي ما رضيش يلعب قدام الزمالك. ولكن نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف ماتش قوي جدا، خصوصا ان زيزو موجود، حسام عبد المجيد رجع من المنتخب، حسام عبد المجيد هيكون موجود، دونجا، كل لعيبه ان شاء الله بلا استثناء، وان شاء الله بيسيروا يقدم ماتش قوي جدا. والزمالك لازم يعمل ماتش قوي جدا، والزمالك لازم يخش يخلص الماتش، عشان الزمالك لو استنى وفضلنا بقى نمشي الكوره هنلاقي وهنتفاجئ ان سيراميكا بتسجل فينا، لان سيراميكا بتلعب كوره للاسف، عندها فرقه حلوه جدا. فالزمالك لازم ياخد باله، خصوصا ان الكاس كله مفاجآت، فممكن مره واحده تلاقي نفسك بره الكاس، خصوصا ان انت في الوقت الحالي ماشي ما يقدمكش غير ان انت دلوقتي المنافسه رجعت في الدوري على المركز الثاني، خصوصا بعد قرارات رابطه الانديه واللي انا هتكلم عنها بعد شويه. ولكن خلينا مركزين في الكاس والكونفدراليه لان دول بطولتين مهمين جدا، والزمالك اقترب بنسبه كبيره جدا. لو الزمالك كسب سيراميكا فالزمالك وصل للنهائي، فانت كده يبقى عندك وصلت نهائي الكاس، بعد كده تركز في الكونفدراليه لحد ما نشوف بقى النهائي بتاع الكاس ده هيتلعب امتى. ونروح طبعا للدوري. الزمالك ممكن ان هو يخطف، يعني الزمالك نفسي يعمل حاجه مهمه جدا للاهلي الموسم الحالي بره الكاس بره الرابطه. الاهلي بعد انسحاب اسطوره الخطيب قدام الزمالك، الاهلي اتخصم منه 3 نقاط وثلاث نقاط للزمالك، فبعد جدا في الدوري عن بيراميدز، فقدامه الزمالك بينه وبين الاهلي دلوقتي يعتبر نقطه. فالزمالك لو خد المركز الثاني او خد الدوري وراح دوري ابطال افريقيا فالاهلي هيكون بره دوري ابطال افريقيا السنه اللي جايه. وكمان لو الاهلي السنه دي كمان في دوري الابطال، يعني مثلا ممكن الهلال يكسبه وممكن اي فرقه تكسبه قبل النهائي وينطرد بره، فكده الاهلي هيبقى موسم صفري. فده طبعا في وجود الاسطوره الخطيب، فجمهور الاهلي هيقلب على الخطيب نفسه، فانت هتبقى عملت حاجات حلوه جدا. ده اللي انا اتمناه، ان الاهلي يخرج من دوري الابطال والزمالك يصعد ياخد المركز الثاني او ياخد الدوري ويروح دوري ابطال افريقيا السنه اللي جايه، وتلاقي الاهلي بيلعب في الكونفدراليه، فالزمالك هيبقى عمل حاجه كبيره جدا. لكن اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. وهنا قرارات اللجنه الاولمبيه يا جماعه انا قلتها قبل ما تطلع بيوم، قرارات اللجنه الاولمبيه انا قلتها في فيديو على القناه دي قبل ما تطلع بيوم، ان هي خلاص رفضت شكوى الاهلي وكل الكلام ده. ورغم ذلك كل القطيع كان بيخش يكتب لي ان انا كذاب وان انا بالف، ولكن انا مش فارق معايا كل الكلام ده، انا فارق معايا ان في متابعين محترمين بتستنانا وبتثق فينا، فان شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتكم خلال الفتره اللي جايه باذن الله. ولكن اتمنى ان شاء الله من كل الناس ان هي تدعم القناه باللايك، واللي مش مشترك يشترك عشان نصل لهدفنا ان احنا نوصل ل 10,000 مشترك في اقرب فرصه ان شاء الله.
طبعا بعد قرارات اللجنه الاولمبيه وان هي رفضت شكوى الاهلي وخلاص اعتمدت عقوبات الاهلي وان الاهلي انسحب، كلنا شفنا اللجان بدات تردد ان الاهلي لازم يرجع وان الاهلي مش هينسحب من الدوري وان الاهلي ما ينفعش ينسحب من الدوري. شوبير نفسه قال لك ان احنا ما ينفعش ننسحب من الدوري. عادل القيعي النهارده طلع بيقول لجمهور الاهلي ايه، بص بس الكلام ده، لازم نرضى بالامر الواقع يا جماعه ونكمل الدوري، وممكن لو كسبنا كل ماتشاتنا ناخد الدوري في الاخر. ده عدل القيعي اللي كان بيقول لك الاهلي ما انسحبش، اسالوني الماتش هيتعاد امتى، وهم كل جمهور الاهلي كان مفكر الماتش هيتعاد. يا جماعه مفيش حاجه اسمها الماتش هيتعاد. انا بقول لك ديت قرصه ودن للخطيب فعلا، لان تقريبا الخطيب كده يعني زعل حد كبير في البلد بعد الاعلان اللي عملوه. فتقريبا كده في حد زعلان من الاهلي، لان جمهور الاهلي نفسه ما كانش مصدق ان هم هيتعاقبوا، لان هم طول عمرهم بيتجاملوا. ففي وقت ما اخيرا الاهلي بيتعاقب، الاهلي بيتعاقب واللائحه بتطبق على الاهلي والاهلي بتخصم منه نقاط، والاهلي كمان يعتبر منسحبا قدام الزمالك في ليله للتاريخ في وجود نادي الزمالك، والاهلي ما جاشي والاهلي راح مدينه نصر لا نهوشي. ولكن نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفتره الجايه، ولازم الزمالك يشتغل بشكل افضل من كده، ولازم الدوري الزمالك تشتغل بشكل افضل من كده. قدامك ان انت تعمل فريق قوي جدا عشان تروح دوري ابطال افريقيا، تكسب دوري الابطال، تبقى عندك فرصه ان انت تروح كاس العالم للانديه 2029، خصوصا ان في مبالغ كبيره جدا الانديه اللي بتشارك في كاس العالم للانديه هتاخدها خلال الفتره الجايه. فالزمالك لازم يشارك. عايز تحل كل مشاكلك، عايز تسدد كل مديونياتك، عايز مش كل شويه تعطل وتقول لي مفيش فلوس، لازم يكون هدفك دوري ابطال افريقيا. الموضوع مش صعب، دوري ابطال افريقيا فيه الاهلي والزمالك وفرقتين، الزمالك عنده ارث تاريخي ويقدر ان هو يفوز بالبطوله في اي وقت. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه باذن الله. ونتمنى بس ان يعني إن الاداره تشتغل واحنا بندعم عشان الدنيا تمشي. ولكن لازم وقت ننتقد عادي، احنا ما عندناش آلهة زي ولا عندنا لجان ولا في حد بيوجهنا، احنا الحمد لله مصلحة نظامك اهم. زي ما قلنا مصلحة الزمالك تجديد زيزو، قلت لكم هنا على القناة دي ان جمهور الاهلي بيقول على زيزو بالونه ده بكرة الصبح لو زيزو راح هناك هيقول لك افشخ صفقة في الكون واحنا ضربنا الزمالك وخدنا قلب الزمالك. وكلكم شفتوا بس مجرد طلع خبر ان زيزو وقع للاهلي كلكم شفتوا الصفحات والبيتجات بتاعت الاهلي، والجمهور الاهلي كان مبسوط. نفس الجمهور ده اللي كان بيقولوا على زيزو بالونه هنا على القناه دي، هنا على القناه دي الحمد لله قلنا تجديد زيزو مهم جدا جدا جدا. مش مهم ان هو لاعب هياخد كام، لا مهم جدا لنادي الزمالك ان انت مش اكاديميه الاهلي واي لاعب الاهلي عاوز ياخده منك ديت بفلوس الدنيا، مش يعني دي ما تقدرش لا بمليون ولا ب 300 مليون ولا بمليار حتى. فالزمالك لما يقفل الماسوره بتاعت ان اي لاعب ينتقل، لو زيزو انتقل للاهلي انا بقول لك اي لاعب هيفكر ان هو ينتقل، مين اللي هيقعد؟ اي حد. محمد شحاته نفسه يقول لك وانا هحارب لوحدي. ناصر ماهر ده كده كده يعني لو جاله فرصه بعد كده هينتقل لان هو راجل اهلاوي اصلا. فبنتايج نفسه بعد عقده ما ينتهي ممكن نروح الاهلي، هقول لك انا اقعد اعمل ايه؟ بن شرقي نفسه راح الاهلي، الناس كلها بتدور على المكان اللي فيه فرقه قويه وفيه فلوس، فهو هياخد فلوس هناك وعنده فرقه قويه مش هيكون عليه ضغط جماهيري كبير لان في اكتر من نجم معاه في الفرقه. ولكن اتمنى ان شاء الله ان شاء الله تسمعوا اخبار كويسه جدا عن تجديد زيزو بعد ماتش سيراميكا، وممكن بنسبه كبيره جدا بعد ماتش بتاع استرامبوش اللي هو الذهاب بتاع دور ربع النهائي في الكونفدراليه اللي هو هيكون يوم الاربعاء 2 ابريل. نتمنى ان شاء الله زي ما قلت كل التوفيق لنادي الزمالك خلال المرحله اللي جايه باذن الله. في خبر بالنسبه لي مش حلو جدا، ليه؟ غياب بن طايجة عن مباراه استرامبوش بتاع جنوب افريقيا اللي هي هتكون في ربع النهائي يوم 2 ابريل. ليه؟ ازمه في الزمالك بسبب ان الزمالك ما عرفش يستخرج اللي هي تأشيرة جنوب أفريقيا من السفارة، لأن هم بنتاج حتى الآن لسه ما عملش إقامة في مصر، وده يعتبر خطأ إداري من الإداري المسؤول عن الفريق. كان المفروض الراجل من بدري يسفره المغرب وبعد كده يترمي المغرب على جنوب أفريقيا عادي، لأن في مشكلة كده في سفارة جنوب أفريقيا إن لازم يكون عندك إقامة عشان تاخد تأشيرة. والزمالك بنتاج حتى الآن قاعد في مصر بتأشيرة سياحية بتتجدد كل 3 شهور. فالزمالك للأسف يعني تخيل يغيب عنك بنتايج وفتوح أصلا عنده إصابة، فللاسف هتلعب ماتش صعب جدا يوم 2 ابريل الساعه 3. هنلعب الساعه 3 العصر في جنوب افريقيا، وربنا يستر من الماتش ده والزمالك ما يتغفلش، ربنا يستر. انا خايف جدا من ماتش سلامبوش ده، ولكن نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. طبعا بصيروا غضب شديد جدا بسبب ان بنتاج مش موجود، بسبب ان احنا يا جماعه مش عارف يعني ده كمان يعني ده فشل ابو زيزو برضه. يا جماعه عندنا بعض الحاجات انا كجمهور يعني الاداره تسال ان هي حاطه موظف فاشل، اي واحد مش قادر ان هو يعني يعمل شغل بشكل كويس لازم الزمالك يستغنى عنه ويشوف حد افضل. انت اداري عارف ان انت هتسافر جنوب افريقيا وعارف ان في مشكله ما، وفي احد الاداريين بتوع بيراميدز اللي هو احمد زاهر تقريبا يعني حذرك وقال لك ان احنا حصل معانا نفس الموقف مع مايلي السنه اللي فاتت وما عرفناش نسفره جنوب افريقيا تقريبا في ماتش سان داونز ولا تقريبا كانوا بيلعبوا حد في جنوب افريقيا. فانت لازم تشتغل او مازيمبي تقريبا، فانت لازم تشتغل من بدري
ولكن للاسف احنا ما عندناش حد بيشتغل. ده برضه يتحط تحت بند فشل مجلس اداره. فشل مجلس اداره ان هو المسؤول عن الاداري اللي هو حاطه في الفريق، اللي هو مش عارف يطلع او مش عارف يجهز اوراق اللاعيبه اللي هتسافر. فانا لما يغيب عندي بنتايج في ماتش مهم جدا في ربع نهائي الكونفدراليه فجاه ما اتغفل هناك، اتغلب مثلا نتيجه كبيره لا قدر الله، في الزمالك بره البطوله والزمالك بعيد عن الدوري، والزمالك في كاس مصر لو خرج قدام سيراميكا بكره تبقى مصيبه، تبقى مصيبه حرفيا، يبقى الزمالك طلع موسم صفري. فالزمالك للاسف ازمه بدون لا شيء، ازمه يعني مش عارف، الازمات على طول موجوده داخل نادي الزمالك بسبب اخطاء يعني ساذجه، اخطاء مش عارف امتى. يعني انا بقول لك دي تتشال فيها الاداري، ده يتشال فيه المفروض الغلطه دي، الاداري يتشال فيها كان من بدري. لازم تصفر بنتاج جنوب افريقيا او تصفروا المغرب او تصفروا اي دوله عن طريق المغرب. ادام الاقامه مش هتطلع الا لما يكون في المغرب. طب ما كنت تعمل له اقامه في مصر؟ ما الراجل عندك بقاله فتره كبيره جدا بيلعب في الزمالك، ما اعرفش حتى قال لي الزمالك ما عملش له اقامه، وكان الموضوع يعني هيستخرج. الزمالك بيحاول يحل الازمه، ولكن نتمنى ان شاء الله ان الازمه تتحل. الازمه ما اتحلتش والراجل ما قدرش يستخرج التاشيره خلال الكام ساعه اللي جايين، لان الزمالك هيسافر يوم 30 بعد ماتش سيراميكا تقريبا ب 48 ساعه، ما فيش وقت اصلا. ما اعرفش هل الزمالك هيلحق يصفر بنتاج المغرب ويرجعه على جنوب افريقيا، الله اعلم. ولكن نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفترة اللي جاية ويكونش فيه عك، يعني لأن احنا زهقنا، احنا بجد كجمهور زهقنا من بعض الأخطاء. مش كل خطأ تقول لي والد زيزو أبو زيزو ما اعرفش ايه النهاردة خطأ أهو، ده والد زيزو أكيد طبعا ملوش علاقة بيه، أكيد ده كمان مش سبب والد زيزو، لأن احنا عندنا بعض المشاكل كل ما نيجي نتكلم يقول لك والد زيزو والد زيزو والد زيزو والد زيزو اللي كانت جبنة من الآخر يعني. ولكن نتمنى إن شاء الله ربنا يصلح حالهم خلال الفترة الجاية، لأن احنا كجمهور جبنا آخرنا يعني. احنا كجمهور لازم نستغل الاهلي بيلوش حرفيا دلوقتي، فاحنا لازم نستغل ده، لازم ما ندهمش ورقه ضغط ان هم يقلبوا الترابيزه. انت دلوقتي حاطط الضغط كله الناحيه التانيه على الخطيب وعلى جمهور الاهلي اللي هو داخل كلاشات مع بعض، وسبب ان في ناس بتقول لك لازم ندعم الاداره، في ناس بتقول لك انا ما ادعمش اداره فاشله وما ادعمهمش في الخطا. ولكن نتمنى ده يكون في صالح نادي الزمالك، والزمالك يعرف يستغله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. كمان في حاجه تانية مهمه جدا برضه حبيت انوه عنها، ان الزمالك اقترب ان هو يجدد عقد حسام عبد المجيد، والزمالك اتفق مع حسام عبد المجيد على التجديد كمان لمده موسمين بالاضافه للموسمين اللي موجودين في عقده، يعني تقريبا 4 سنين. الزمالك هيرفع عقد حسام عبد المجيد ل 13 مليون جنيه، خصوصا ان حسام عبد المجيد هدف من ضمن اهداف الاهلي برضه عن طريق بعض الوكيليه برضه اللي هو للاسف يعني حرض محمد السيد على عدم التجديد لنادي الزمالك، والزمالك برضه في طريقه ان هو يجامل محمد السيد لو ما جددش عقده. كمان نفس الوكيل عن طريق ان هو بيلعب برضه في دماغ اخو حسام عبد المجيد، لان اخو حسام عبد المجيد يعتبر هو وكيله، ان هو ممكن يطلعوا اي عرض بره وبعد كده يرجعوا كوبري على الاهلي. المهم ايه اللي حصل؟ الزمالك اتفق مع حسام عبد المجيد، ولكن يقال ان الزمالك هيحط شرط جزائي في عقد حسام عبد المجيد. وهنا نقطه الخلاف بيني وبين اداره الزمالك او المسؤول عن التجديد. انا كزملكاوي مش عاوز اي شروط جزائيه في عقد اي لاعب. ليه؟ لان انا مش عاوز صداع كل شويه تلاقي مثلا صحفي تحت بير السلم طلع لك بخبر الحق ده الزمالك او الاهلي خطف حسام عبد المجيد، الاهلي فعل الشرط الجزائي ايا كان 2 مليون دولار 3 مليون دولار هو ممكن يدفع، لان هو عنده زيتون كتير في النادي، فالزيتون ده بيكسب، فبيقدر ان هو الدولارات عنده كتير، فبيقدر انه يخطف منك اي لاعب. فانت ما تعملش صداع لنفسك. اتمنى ان الزمالك يجدد عقد حسام عبد المجيد، ولازم حسام عبد المجيد نفسه يعرف ان هو برضه جمهور الزمالك استحمله كتير. ما حسام عبد المجيد ده مضيع علينا دوري بعد الدوري اللي فازه فيريرا معانا، وكان عنده اخطاء ساذجه وضيع علينا ماتشات صعبه وخسرنا ماتشات لحد ما اتعلم وبقى نجم كبير. ما بقاش نجم كبير يعني من يوم وليله، فالزمالك له فضل كبير جدا عليه، هو من اولاد نادي الزمالك، فلازم يعمل اعتبار برضه ان انت ما تتشرطش على الزمالك وانت بتجدد. يا سيدي لما يجي لك عرض كويس للاحتراف هنخليك تحترف، ولكن احتراف في البرتغال انا بقول لك ده كوبري، احتراف من المكسيك ده كوبري، احتراف بمليون دولار ده كوبري، الاهلي يدفع 2 مليون دولار عادي. ولكن نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يحاول ان هو يجدد عقد حسام عبد المجيد بدون شروط جزائيه، ده اللي انا اتمناه. انما هتروح تجدد عقد لمده 4 سنين وتحط له شرط جزائي مليون مليون ونص 2 مليون، مش صعب على اي نادي ان هو يدفعهم وتلاقي اللاعب بتاعك باي باي. لان حسام عبد المجيد في الوقت الحالي هو افضل مدافع في مصر، ففجاه ما ممكن تلاقيه في اي نادي، بيراميدز ممكن يخطفه، اي نادي ممكن يخطفه. ولكن نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يقدر يوصل لاتفاق افضل من كده. انا عاوز حسام عبد المجيد يكمل، خصوصا ان اللاعب لسه 22 سنه او 23 سنه، فاللاعب لسه قدامه مستقبل كبير جدا، فانت لازم تحافظ عليه عن طريق ان انت تجدد عقده لاطول فتره ممكنه بدون شروط جزائيه، عشان اللاعب يكون ملك نادي الزمالك، ما يكونش فيه شوكه في ظهر الزمالك كل شويه مثلا حد كده ايه يقول يعني يجي لك الحق ده مش عارف مين هيفعل بند الشراء ده نادي ما اعرفش في تركيا، ونسمع كل الاوباش ده. بعدين حسام عبد المجيد هو افضل مدافع في مصر، ولكن لما انتقل بره مصر مش هيكون افضل مدافع. محمد عبد المنعم كان افضل مدافع في مصر، دلوقتي محمد عبد المنعم لما راح فرنسا ما بيلعبش اصلا، لان هناك بره الريتم عالي، خصوصا كمان
محمد عبد المنعم سريع، طب حسام عبد المجيد اصلا مدافع بطيء، فمستحيل يلعب في الريتم اللي انا بقول لك حسام عبد المجيد مستحيل يتالق، ولا لو احترف مش هينجح. انا كزملكاوي لو احترف مش هينجح. هو راجل لايق على الدوري المصري، لايق على طريقه لعب الزمالك. فانت لو طلعت بره الزمالك او رحت اي نادي بره مصر هيبان ان انت بطيء جدا. ولكن نتمنى ان شاء الله ان ربنا يهديه وان هو يجدد عقده مع نادي الزمالك. وحته الاحتراف دي مش كل لاعب يلعب ماتشين انا عاوز احترف. احنا بقى ايه يعني، نستحملك في قرفك ولما تتالق ماتشين تقول لي انا عاوز احترف؟ ايه الصداع اللي احنا فيه ده؟ لازم اللعيبه برضه ولازم الاداره تحط اعتبار ان انت زي ما احنا شلناك انت برضه لازم تشيلنا. احنا شلنا واتعلمت فينا وبقيت نجم كبير من عندنا. ومحمد السيد نفسه اللي بتنطط دلوقتي ده، انا بقول لك لولا ان في نادي للاسف بصرم بيجري ورا كل لعيبتنا وعاوز يخطف منك اي لاعب عشان يكسب بونت على حسابك، انا بقول لك اللعيبه دي كانت تتمنى ان هي تجدد للزمالك. النهارده محمد السيد ناشئ بنعرض عليه مبلغ كبير جدا على فكره عشان يجدد، مش راضي يجدد. حسام عبد المجيد وهو في سنه السنه ايام فيريرا مجدد 4 سنين او 5، السنه بمليون ونص، يعني تقريبا كلهم ما عملوش 7 8 مليون. محمد السيد 18 مليون ونص مش راضي يوقع عقد جديد لان هو اتلعب في دماغه خلاص واتمسح خلاص، يعني خلاص هم غسلوا دماغه فبيحرضوا اللاعب. ولكن الزمالك بيحاول ميدو بيضغط، ما نشوف اخرتها، ما عنديش مشكله. ولكن حتى لو اللاعب عقليته تعبانه، اللاعب ده لو بقى نجم كبير جدا هيبقى صعب جدا، خصوصا ان هو لسه يعني محمد السيد ممكن موهبه ولكن لسه ما عملش حاجه. كلكم شفتوا الراجل بيتنك على التجديد ازاي. يعني نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يحاول ان هو يجدد عقود لاعيبته، عشان بعض الانديه للاسف اللي هي شغاله بتلعب في ودان وبتزن على كل لاعب، طب تعالى عندنا هنديك اكتر. كلكم شفتوا الاهلي بيجري ورا اكتر من لاعب من نادي الزمالك، زيزو، محمد السيد، حسام عبد المجيد، كانوا عاوزين بن طايق. فالاهلي تقريبا كده مش شايف لعيبه غير لعيبه نادي الزمالك للاسف، يعني مش فاهم في ايه. يعني كمان في خبر مهم جدا برضه حابب ان انت تعرفه وان انت تكون موجود معانا في الصوره. فاكرين انتوا الحسن كوروما اللي الزمالك كان عاوز يتعاقد معاه في الصيف، او طلع كده اخبار ان الزمالك عاوز يتعاقد مع حسن كوروما لاعب نادي الشحانيه القطري؟ وفعلا الزمالك كان اقترب وبدا يتفاوض مع نادي الشحانيه ان هو ياخده اعاره بنيه البيع. وبعدين المشكله ان انا كزملكاوي خفت من الصفقه دي. ليه؟ لان الصفقه ديت شبه صفقه نضاي، شبه صفقه سامسون. فجمهور الزمالك تقريبا بقى عنده تروما ان هو بقى يخاف من اي صفقه. ليه؟ لان احنا يعني اتبهدلنا من ابراهيم نضاي لسامسون للاعيبه، يعني كلكم شفتوا اللعيبه ما تصلحش، لميشالاك يعني كلكم شفتوا صفقات مالهاش اي 30 لازمه دخلت نادي الزمالك بفلوس كبيره جدا. فالحسن كوروما بعد تالقه قدام منتخب مصر، لان هو اصلا لاعب دولي في منتخب سيراليون، فاللاعب يعني عجبني كجناح حاجه جامده جدا. ولكن للاسف احنا بقى عندنا تروما، بقينا نخاف من اي لاعب افريقي بسبب ابراهيم نضاي وبسبب سامسون اكينولا. ولكن الحسن كوروما دخل حسابات نادي الزمالك تاني بعد تألقه قدام منتخب مصر. جمهور الزمالك نفسه شافه، في ناس محترمه، احد متابعينا المحترمين كان كاتب لي كومنت اتفرج على حسن كوروما، انا شفته والله. بس يعني احنا كنا خايفين قبل كده، ولكن الحسن كوروما يعود لحسابات الزمالك، والزمالك بيفكر بقوه في الوقت الحالي ان هو يرجع يتعاقد مع الحسن كوروما في الصيف. كمان الحسن كوروما في تصريحات خاصه لاونو سبورت قال ان هو ما عندوش مشكله ان هو يلعب في نادي الزمالك، وان هو اي حد له شرف ان هو يلعب في نادي الزمالك، والزمالك نادي كبير والراجل ما عندوش اي مشكله. وقال لك انا رغبتي لو في امكانيه ان انا انتقل للزمالك فاكيد هوافق ان انا انتقل للزمالك، ومين ما يوافقش ان هو ينتقل لنادي الزمالك. نادي الزمالك على فكره نادي كبير جدا، سيبك من اي حد يطلع يقلل منه عشان شويه ريتش، او سيبك من العيال اللي هي الزملكاويه اللي بيطلعوا يقللوا من نادي الزمالك عمال على بطال عشان جمهور الاهلي وعشان الريتش واللايك والكومنت. ولكن نتمنى. حسن الكرومة عمل ماتش كبير جدا قدام منتخب مصر، اللاعب كان بيأدي بشكل محترم جدا، كان من افضل لعيبه منتخب سيراليون. ولكن احنا كجمهور الزمالك لما شفنا الحسن كرومة وشفنا له فيديوهات لما كان ميدو عاوز يجيبه، وكابتن هيثم فاروق طلع قال لك انا ماليش علاقه بالصفقه، وكل الناس كانت خايفه من اللاعب لان احنا عارف انت اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، فاحنا اتلسعنا كتير فعشان كده كنا بننفخ في الزبادي. فكان قدامنا الحسن كرومة ما عرفناش نجيبه، وللاسف ممكن الزمالك يرجع يجيبه ويفكر فيه بقوه في الصيف. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. الزمالك هيستهدف في الصيف اكتر من لاعب، ممكن الحسن كوروما، ممكن نشوف مثلا عادل بلبينة تاني، ممكن نشوف مثلا حاجه في الدوري المغربي هناك في نادي الجيش الملكي في لاعب مميزه جدا على فكره، في اكتر من لاعب مميز. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. والحسن كوروما هو لاعب جناح كويس جدا ممكن يفيد نادي الزمالك، لو انت عاوزه ممكن تخلصه برقم مش كبير، ممكن تجيبه اعاره بنيه البيع. ولكن اللاعب يعني لما شفته قدام منتخب مصر ده من ماتش دولي غير المحلي كان بيأدي اداء كويس جدا، وعجب كل جمهور نادي الزمالك تقريبا 90% من جمهور الزمالك كان معجب جدا باللاعب. يعني شاف اللاعب، لان جمهور الزمالك على فكره بيعرف اللاعب المميز من لمسته، جمهور الزمالك بيعرف اللاعب الكويس من لمسته. يعني جمهور الزمالك لما شاف بن طايق في اول ماتش قال لك ده لاعب جامد، هو باين من اول ماتش، الجواب بيبان من عنوانه.
جمهور الزمالك لما شاف صلاح مصدق من اول ماتش قدام الاهلي، اول ماتش ليه قدام الاهلي مفاجاه من العيار التقيله، الراجل نزل بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا. فانهالت عليهم العروض دلوقتي لان هم بيلعبوا في نادي الزمالك. قبل كده ما كانش حد يعرفهم فعليا. يعني انا اول مره اعرف بنتايج صراحه، انا اول مره اعرف صلاح الدين مصدق الا لما جم الزمالك. فالزمالك نادي كبير جدا بينجم اي لاعب، جمهور الزمالك العظيم بينجم اي لاعب، هو اللي مخلي دلوقتي افضل لاعب في مصر، وفي خناقه وفي نادي عرض عليه رقم كبير جدا اكبر من اللي عرضه الزمالك عشان ينتقل ليه، عشان يقول لك انا خطفت زيزو من الزمالك. في عنده عروض كبيره جدا لان هو بيلعب في نادي الزمالك. زيزو لو ما بيلعبش في الزمالك كان ممكن تلاقيه بيلعب في وادي دجله دلوقتي في الدرجه الثانيه عادي. كل شيء وارد في الكوره، والكوره حظ والكوره حظوظ والكوره صدف، ممكن تلاقي لاعب تألق صدفه. ولكن نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه باذن الله. وبكده نكون وصلنا الى نهايه الفيديو النهارده. اشوفكم على خير فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام.